مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نرد فيها على الإعلامي خالد الرشد مقدم برنامج رحلة في الذاكرة في قناة روسيا اليوم، حيث طعن في القرآن الكريم وكتب تدوينه على حسابه على الفيسبوك إنه ما قاله القرآن الكريم من أن مكان العقل ليس في الرأس إنما في القلب. فهو قال إنه هذا الكلام غير صحيح. طبعا سنثبت الآن بالعلم الحديث أنه مكان العقل في القلب، ومكان التدبر واتخاذ القرارات في القلب. والعلماء قالوا إنهم اكتشفوا أن هناك عقل ودماغ في القلب. وهنعرض عليكم الآن من أكبر مراكز الأبحاث الدماء القلب في ألمانيا، وهؤلاء مسيحيون أو ملاحدة ولم يقرأوا القرآن الكريم أصلا. ونعرض عليكم آيات القرآن الكريم، سبحان الله أمر معجز. كيف لمحمد إنسان في الصحراء أنه يعرف أن العقل والإدراك والتفكر والتدبر في القلب وليس في العقل وليس في المخ؟ علمونا خطأ في المدارس. تعالوا نبدأ ونرى. أولا هنا في حساب برنامج رحلة في الذاكرة هو كتب هذا الكلام، قال الأعضاء المذكورة في الكتاب المقدس: البطن 105 مرة، الأعضاء التناسلية الأنثوية 19 مرة، الفكين 19 مرة، ثم يعدد ثم يقول: أما الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم فهي القلب، اليد، البطن، اللسان، الرجل، الجبهة اللي هي مقدمة الرأس، الطرف، الذراع، العين، الشفة، الضأ، ثم الرأس، مذكور الرأس في القرآن الكريم، العظام، الجلود إلى آخره. العضو الغائب في كل الكتب السماوية هو الدماغ. العضو الغائب في كل الكتب السماوية هو الدماغ. يضيف: ربما لأن الاعتقاد السائد في الأديان الإبراهيمية، يقصد المسيحية واليهودية والإسلام، هو أن مصدر الوعي وبالتالي السلوك البشري هو القلب. طبعا في تدليس، كان المفروض يقول الاعتقاد السائد في الإسلام، لأنه لما الاعتقاد السائد في الإسلام هو أن مصدر الوعي هو القلب، واستشهد بآية في القرآن الكريم وليس في الإنجيل ولا كذا. فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى إذن القرآن قطعا يقول القلب فيه العقل، والقلب هو العقل. نص هو نفسه بيقول هذا الكلام، إنه وأنا هاخذ بتفسيره وهو التفسير الصحيح. هو بيقول إنه أنتوا فاهمين غلط، وبتقولوا إنه العقل مقاله في القلب. أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضا تحديد أن القلب مكانه في الصدر. الناس في التعليقات قالوا له الكلام اللي انت بتقوله فخطأ، فهو رد قال لهم: لا 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 لا، انتم من أصحاب التفسيرات التوفيقية، فجاءت بعد اكتشافات العلماء، كما يفعل التوفيقيون دائما، يعودون تفسير المصطلحات بحسب ما توصل إليه العلم. احنا كمسلمين نجلس وننتظر حتى نرى ماذا قال العلماء وماذا اكتشفوا، ثم نقول اكتشفناها، كانت موجودة في القرآن عندنا من 1400 سنة، ونعيد تفسير القرآن بهذا المعنى. طيب، احنا ضد التفسير التوفيقي تماما. انت نفسك لما قرأت الآية واضحة تمام ان القلوب فيها العقل، مكان العقل، والآية واضحة تمام ان القلوب في الصدور، وانت بتكذب هذا الكلام. تعالوا الآن، أنا سأعرض كل الآيات اللي في القرآن الكريم المتعلقة بالمكان الإدراك والتفكير والتدبر والعقل هي في القلب. كل الآيات، لا آية قالت إن التفكر والتدبر في الرأس. طيب تعالوا الآن، قبل ما نعرض الآيات هنذهب إلى الألمان. هذا موقع ألماني متخصص في الدماغ والإدراك والوعي. دي ترجمة جوجل يا جماعة، وهنا النص الألماني حضراتكم اللي عاوز يرجع ليه، وهنا رابط الموقع اهو. انا هعرض لكم موقع الماني متخصص في العقل، ده النص الالماني، وهنعرض عليكم ترجمة جوجل، واللي مش عاجبه ترجمة جوجل يكتب في التعليقات اصلها غلطت في كذا، وانا براجع الترجمات على فكرة طيب، الموضوع تحت عنوان حول دماغنا ورسمين الدماغ. قالوا ايه بقى؟ يتواصل القلب والدماغ مع بعضهما البعض بطرق مختلفة، اشهرها هو التواصل عبر الجهاز العصبي.
يمتص القلب كمية هائلة من المعلومات وينفذها، وبالتالي يقدم نفسه كعضو معلومات. الكلام الشائع الخزعبلي الخطأ الذي كان يؤمن به العلماء في السابق أن القلب مضخة، هم درسوا لنا هذا في المدارس. القلب مضخة، دوره إيه؟ يضخ الدم في الجسم. طيب الآن أهو علماء القلب يقولون أن القلب بيمتص المعلومات وبيفندها وبينفذها، ثم يقدم نفسه كعضو للمعلومات، يعني بيأخذ معلومات، يحلل معلومات، يبدأ ينشرها. وجدوا أن مصدر الطاقة الكهرومغناطيسية في القلب قوتها 2.4 واط، وبينقل معلوماته إلى كل خلية في الجسم. يعني القلب بينقل معلومات إلى كل خلية في الجسم، وهو أكبر جهاز فيه طاقة كهربائية. اللي كاتب الكلام ده علماء ألمان، يعني ناس ليسوا مسلمين على الإطلاق يعني. طيب يضيفوا بقى في عالم اسمه جان وبيترس لاسي، وهنا اسم العالم باللغة الألمانية أهو، جون بيترس لاسي، عشان اللي عاوز يرجع له يعني. جون بيترس لاسي عمل دراسة استمرت 20 عاما في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. قال إن القلب يتواصل مع الدماغ بطرق تؤثر بشكل كبير على إدراكنا واستجابة البيئة. وجدوا إن القلب له منطقه الخاص، يتصرف القلب كما لو كان لديه عقل خاص به. ده هم اللي بيقولوا إنه القلب له عقل خاص به. ده واحد اسمه مسيحي وعالم ألماني يعني. القلب يرسل رسائل أو أوامر ذات مغزى إلى الدماغ، وتبين إن الدماغ يتبع هذه الأوامر. يعني القلب بيرسل أمر للدماغ بينفذه. ونحن في الحب، واحد يقول لك أو واحدة يقول لك إيه، أنا لما شفتها حبيتها، أو قلب حبها. مين اللي خد القرار؟ القلب. يقول لك أنا لما رأيت فلان انشرح صدري وانقبض صدري، أو أنا قلبي مقبوض من ناحيته. ما بيقولش عقلي ولا مخي ولا كده، يقول لك أنا حبيتك من كل قلبي ولما رأيتها أحببتها إلى آخره. هو نفس الكلام، نفس اللي موجود في القرآن، هو اللي وإحنا اللي بنشعر بيه يعني. أيضا اكتشف أطباء القلب العصبي في وقت لاحق أن القلب لديه شبكة عصبية معقدة، إنها كبيرة بما يكفي لتوصيفها على أنها دماغ القلب. ركز كده كلمة دماغ القلب، وابحث باللغة الإنجليزية عن دماغ القلب ستجد دماغ. في القلب فيه دماغ، فيه عقل. القلب له جهاز عصبي معقد فيه 40,000 وصلة عصبية. يتواصل القلب باستمرار مع دماغنا، وتتيح الترابطات التصرف بشكل مستقل عن الدماغ، وبيستخدمها في التعلم، التذكر. ركز الله يخليك، هنا دماغ العقل بيستخدم في التعلم. هنجد آيات القرآن قالت هذا. التذكر، الذكرى، الذاكرة أيضا موجودة هي في القلب، وفي القرآن الكريم الذاكرة موجودة في القلب. اتخاذ القرارات، القرآن الكريم قال اتخاذ القرارات في القلب، وحتى الشعور والإحساس. انظروا لهذه الجملة الخطيرة: من المعروف أن القلب يرسل معلومات إلى الدماغ أكثر مما يرسله الدماغ إلى القلب. الجهاز العصبي في القلب له وظائف ذاكرة قصيرة وطويلة المدى. قالوا إن القلب عنده ذاكرة طويلة وقصيرة. سنعرض عليكم آيات القرآن الآن. وهاتوا يا جماعة، اللغة العربية لغة ثابتة. يعني اللي يقول لك احنا بنعيد تفسير القرآن، لا، تفاسير القرآن موجودة منذ 1000 سنة، والشعر الجاهلي موجود ما قبل الإسلام ومدون. يعني لما نختلف على لفظ في القرآن ما معناه، نقول كيف كان. يعني نقول العرب يستخدمون كلمة القلب، فهل القلب يقصدون بها الطحال ولا هذا القلب ولا الرأس؟ فنعود إلى العرب، شعر الجاهلية، الشعر الجاهلي، لأنه نرى كيف كانوا يستخدمون هذا اللفظ. والشعر الجاهلي دون في العصر العباسي قبل كل العلم الحديث هذا يعني. فإحنا مسألة ما فيهاش أي توفيق على الإطلاق خالص. يضيف القلب نظام معلومات معقد، له دماغه الخاص، وله تأثير قوي على وظائف الدماغ. لا يمكن لأي من الجهازين العمل بدون الآخر، كل منهما له وظائفه. وهذا عنوان الدراسة حضراتكم. انت افتح بقى عنوان الدراسة ده واقرأ براحتك. ادي عنوان الدراسة يا جماعة، وادي اسم المعهد الألماني، مؤسسة أكاديمية ألمانية فيها علماء ألمان في هذا الموضوع.
اقعد اقرأ في الدراسة براحتك. هنا في نفس المعهد، ده المعهد الألماني اسمه هيرت ما اهو، اكتب الاسم ده هتلاقي يطلع لك المعهد. عاملين هم حضراتهم ده رسم للجهاز العصبي، أين يوجد العقل في القلب، أو كاتبين الدماغ الصغير في العقل. وفي دراسة اسمه دكتور اسمه أندرو، وهو قدم مصطلح دماغ القلب عام 1991، وقال إنه مثل الدماغ الفعلي، وإن القلب في حاجة اسمها دماغ القلب، وعنده شبكة من الخلايا العصبية والناقلات العصبية، ويمكن لدماغ القلب أن يعمل بشكل مستقل عن دماغ الرأس، له قدرات حسية مميزة. وهنا الرسم هي الخلايا العصبية، ورسمين أين يوجد العقل والخلايا اللي بتعمل في عمليات الإدراك والتذكر في القلب. ده الجماعة الألمان. هنجد هو خالد الرشد بيقول بقى إيه؟ القرآن غلط؟ وإنه الأديان الإبراهيمية، أو يقصد الإسلام يعني، بيعتقدوا إن الوعي فين؟ في القلب. غلط، انتوا أهو. طيب هنا حضراتكم والإخوة اللي عارفين ألماني كتير جدا يعني، هنا حضراتكم ده دماغ القلب أو جزء في القلب موجود مصورينه، وهنا تكبير للخلايا العصبية اللي هي الخاصة بدماغ القلب. هنا صورة أخرى لدماغ القلب، وهم كاتبين تم تسجيل هذه الصورة كذا، وإن هي بتتكون مجموعة من الخلايا العصبية تقع خارج الدماغ والحبل الشوكي. وهنا أيضا تشريح للخلية، وهنا رسم للخلايا والعمل الجهاز العصبي في القلب. حضراتكم هنا في مركز ماكس بلانك الألماني، وده من أكبر مراكز القلب في العالم. أيضا عاملين كيف يؤثر القلب على الإدراك، وكلام كثير هو نفس التكرار يعني، احنا لا نريد أن نطيل. ونشرين تفاصيل، ادخل باللغة الألمانية بالعربي، جوجل بيترجم، وفي كمان الإنجليزي، حضراتكم اقرأوا براحتكم. نعود للقرآن الكريم، نجد الله سبحانه وتعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالقرآن بيقول إن العقل، عملية التعقل داخل القلوب. هم يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكلمة قلوب استخدمت مرتين في الآية القرآنية، وفي الشرح إن القلوب مكانها في الصدر، وهذا ما قاله العلم. هنا في موقع المعاني الآيات التي ورد فيها القلب في القرآن الكريم، وهنجد أن الله سبحانه وتعالى استخدم القلب عند الحديث عن المشاعر، الانبساط، الفرح، الضيق، الإدراك، فاستخدم أن الأذان في سمع، حاسة السمع، حاسة البصر. في الإدراك دائما كان يتحدث عن القلب، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الشعور في القلب، تقوى القلوب في القلب، تعمى القلوب التي في الصدور. أيضا هنا في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، يعني جعلهم لا يفهمون يعني، وعلى سمعهم يعني لا يسمعون، وعلى أبصارهم غشاوة يعني لا يرى لا يسمع لا يفهم. أيضا في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. فالرحمة مكانها في القلب، والشدة مكانها في القلب. إذا العلم لم يتوصل لذلك يا أستاذ خالد، فسيتوصل بإذن الله إن شاء الله، إن الإنسان بياخد قرار قتل أو رحمة أو شفقة من القلب. أيضا نجد أنه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. القرآن نزل فين يا جماعة؟ لم ينزل على الدماغ، نزل على القلب. الذاكرة اهي، ولسه في آيات ربنا يستخدم فيها كلمة الذكرى مع القلب. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بما كسبت قلوبكم يعني بما فعلته قلوبكم، بالقرارات التي اتخذتها قلوبكم. مركز القرار في القلب في القرآن الكريم. وخالد الرشد، أنت والدك عربي سوري، ووالدتك الله يرحمها روسية مسلمة وترجمت القرآن، فأنت انظر الآية واضحة خالص يعني. طبعا الآيات كثيرة، ولكن تعالوا نأخذ الآيات الأخرى. أيضا في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها. فجعل مسألة التفقه والفكر في القلب. ولهم أعين لا يبصرون بها، إن العين مهمتها البصر. ولهم آذان لا يسمعون بها، الأذن مهمتها السمع.
وسنجد هذا في القرآن الكريم كثيرا، أن القلب محل التفكير. أيضا في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فالتدبر جاء مع القلوب. أيضا في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني أن القرآن نزل على القلب. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، اللي هم اتبعوا سيدنا عيسى يعني، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، يعني الرأفة والرحمة موطنها القلب. وفي الآية الأخرى: قست قلوبهم، أيضا القسوة محلها القلب. أيضا في مسألة التذكر يا جماعة، الذاكرة، الكلام اللي الألمان قالوه يعني. وبالمناسبة اللي كاتب المقال ده في أخبار الخليج ما كتب إن هو الدراسات العلمية، يعني هو بيقول إيه الآيات الخاصة بالقلب في القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، مسألة الذكر. وأيضا في قوله: وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني الذكرى والتذكر في القلب. وهذا ما قاله العلماء الألمان. طبعا الإخوة المتخصصين الأطباء في مجال القلب، الله يخليكم اكتبوا في التعليقات وضعوا الروابط الخاصة بالدراسات الإنجليزية والكندية والفرنسية والأمريكية واليابانية. اكتبوا يا جماعة على صفحاتكم على الفيسبوك ووضعوا الروابط الدراسات. أيضا القرآن الكريم استخدم لفظ القلب عند المسؤولية واتخاذ الأخطاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني عنصر العمد واتخاذ القرار من القلب وليس الدماغ. أيضا في قصة سيدنا إبراهيم، إذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، وسيدنا إبراهيم ختم قال إيه؟ ما قالش كي يطمئن دماغي، قال ليطمئن قلبي، يعني أتأكد، قلبي يتأكد. فالتأكد واتخاذ القرار في القلب. تعالوا نكمل. أيضا في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولم يقل بدماغ سليم. أيضا هنا في موقع المعاني الآيات التي ورد فيها الفؤاد، والفؤاد اللي هو القلب يعني أيضا، فهنجد أنه كلمة الفؤاد أيضا وردت مع التدبر اللي هي محلها القلب. الله يقول: نقلب أفئدتهم وأبصارهم. فالفؤاد هنا عضو في الجسم اللي هو القلب. هل مقصود به الفؤاد دماغ العقل؟ فالله يقول: أصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني أصبح قلبها. ونقلب أفئدتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالفؤاد بمعنى العقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. ونلاحظ أن الله قدم السمع، يعني ترتيب لاحظنا، لو لاحظنا في كل الآيات القرآنية هنجد السمع بيسبق البصر على طول. السمع والبصر، السمع والبصر، السمع أولا، البصر ثانيا، الفؤاد. في المونتاج وأنا كإعلامي دائما الصوت يسبق الصورة. يعني لو شاهدت أي فيلم وثائقي هتجد مثلا في ظلام وفي صوت بيخرج من الظلام ثم تظهر الصورة المتحركة. في المونتاج دي قاعدة في المونتاج يعني. وحضرتك لو أنت جالس في غرفة وفجأة وجدت واحد أمامك بيحصل لك صدمة، لكن لما بتسمع صوته يقول لك: يا أخي خبط، نادي عليا الأول، خضتني، أفزعتني. فالسمع أولا، فالإنسان يسمع ويبصر، وهذا يدخل إلى المعلومات، تدخل إلى الفؤاد أو القلب فيأخذ القرار. وفي آية طبعا في القرآن التي تطلع على الأفئدة، يعني على الصدور. وأيضا في الألباب، اللب اللي هو مقصود به القلب أيضا في اللغة العربية. هنجد الله سبحانه وتعالى تحدث عن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الألباب اللي هم الناس بقى الإيه؟ عاليين في الحكمة. وتفسير كلمة الألباب ارجعوا لقواميس اللغة العربية، الموضوع من 1000 سنة ما كانوا يعرفوا إن في خالد الرشد، ولا هيجي معهد ألماني، ولا كان في دولة اسمها ألمانيا أصلا، يعني دقيق قبائل لا تكتب ولا تقرأ يعني. وأيضا نجد الله سبحانه وتعالى يقول: وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذكرى محلها القلب. شوف راح كل شوية يحط الذكرى هنا من التعليم الخطأ. لو كانوا درسوا لنا في المدارس القرآن قال كذا عن موضوع القلب
والعلم قال كذا، وبعد كده كان اكتشفنا الكلام ده. لكن تعليمنا علماني، ان هو لا يذكر لك علاقة القرآن الكريم بالقلب وماذا قال عن وظائف القلب. يا جماعة حد والله يكتب يعمل فيديو وظائف القلب في القرآن الكريم، ماذا قال القرآن الكريم عن القلب، والفرق بين القلب والفؤاد واللب اللي هو جمعها الباب، وأيضا التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كلمة أولي الألباب ورد مصطلح كثير جدا في القرآن الكريم، والذي أستشعره ولا يؤخذ مني علم شرعي أن أولي الألباب اللي هم أهل العلم، الناس اللي في المستوى الأعلى. يتضح لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم يقول أن الوعي، الإدراك، العقل ليس في الدماغ إنما في القلوب، فاستخدم سواء كلمة القلب بوضوح جدا أو العقل أو الأفئدة أو الألباب، فربما تكون كل هذه أعضاء داخل القلب. هذا الأمر إذا هو بيقول الكلام ده خطأ، فيجيب لنا معاجم اللغة العربية الموضوعة منذ أكثر من 1000 سنة ويقول لا، العرب كانوا لما يذكرون الفؤاد كانوا يقصدون مثلا أفاهم، وكانوا لما يذكروا اللب يقصدون مثلا ذراعهم، لأن دي كتب مكتوبة يعني من أيام سيبويه والخليل بن أحمد وهؤلاء من 1000 سنة. فنحن لا نأتي بجديد، يعني لا نعيد تفسير كما هو يدعي، لا يوجد أي إعادة تفسير، هو والنصوص واضحة تماما. طيب أرجو منكم أن تشتركوا في القناة وضغط على الزر، رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها الأئمات في مجال التاريخ. هنا فيلم وثائقي عن عالم الأحياء الفرنسي موريس بوكاي. موريس بوكاي راجل مسيحي ونشأ في أسرة مسيحية، وبعدين كان عنده مرضى عرب فناقشهم في القرآن الكريم، أو يعني ثم بعد ذلك لما درس القرآن الكريم صدم وقال ده حقائق علمية لم نعلمها إلا في القرن العشرين، كيف لمحمد في الصحراء أن يعرفها؟ إذا ليس محمد مصدر المعلومات إنه مصدر آخر هو الله. ده عالم فرنسي، ده لا بيعد توفيق ولا أي حاجة خالص، وغيره من العلماء الأجانب الذين أسلموا كثر. أرجو أن تشاهدوا الفيلم لأهميته، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.